بيقول لك انا الوكيل الوحيد في مصر حتى اسال الويب سايت، والعربيه عليها عرض ب 70,000 جنيه. انت ممكن تبقى الوكيل فعلا بس لازق دبل فيس شكرتون مشي حالك. هيقول لك امريكي الماني فرنساوي هندي كله صيني. تعالى بقى احسب لك الحسبه اللي محدش هيقولها لك وبالورقه والقلم، وهبتدي لك بالنوع اللي مصر كلها بتقول عليه انا الوكيل الوحيد في مصر. 3 ام ثمنه بره مصر على ارضه 1125 دولار. انا هكرمك واقول ان انت ما بتصرفش وهدربه لك في 1.25 هيطلع 1406 دولار، ودول يساووا بالمصري 68200 جنيه تقريبا. قول لي ازاي بتعملها ب 70؟ ونخش بقى في النوع اللي بيقولوا عليه هيكسس فرنساوي، ثمنه بره مصر 1370 دولار. برضو هكرمك واقول ان انت ما صرفتش وهدربه لك في 1.25 بيساوي 1712 دولار، يساوي بالمصري تقريبا 83,000 جنيه. قول لي برضو ازاي بتعملها في 70؟ نخش بقى على معشوق الجماهير اكسبل، ثمنه على ارضه 1600 دولار. برضه هدربه لك واقول ان انت ما صرفتش وهدربه لك في 1.25 يساوي 2000 دولار، يعني بالمصري يساوي 97,000 جنيه. والارقام اللي طلعت دي تكلفه خامه فقط، من غير ولا ميه ولا نور ولا مصاريف تشغيل ولا صنايعيه. طب يا محرم، ما هم موجودين على الويب سايت، يعني هم لعبوا مع الشركه والشركه كمان بتشتغلنا؟ لا، تعال انا بقى اقول لك الحوار فيه ايه. ما انا ممكن اجيب كونتينر اوريجينال والباقي 10 كونتينر صيني، وفي الحاله دي انا بعمل العربيات البريميوم برقم مختلف تماما عن العربيات العاديه. فما تخليش حد يشتغلك وروح للي يقول لك ان الخامه صيني بس الكواليتي بتاعها كويس ويضمن لك الضمان الحقيقي، عشان خلي بالك ان الضمان اللي على الويب سايت غير اللي بيتقال لك اصلا. وفي اس جي بيقول لك ان الخامه صيني بس الكواليتي بتاعها ممتاز. السؤال هنا بقى لكل اللي ركبوا بروتكشن، انت بقى من اللي اتغفلوا واشتروا في العرض ب 70 و80 ولا واعي وما خليتش حد يضحك عليك؟